الثلاث افلام دول لو ما شفتهمش نصيحه مني اتفرج عليهم. اول فيلم هو فيلم هيت، واللي بيحكي عن عصابه بتسرق البنوك وبيحصل معاها احداث كتيره جدا هتخليك طول الفيلم قاعد مركز معاهم. الفيلم تصنيفه دراما، وطبعا من بطوله الباتشينو ودينيرو، فطبعا مش محتاجين نتكلم اكتر من كده. اتفرج على الفيلم ده هيعجبك جدا. تاني فيلم هو فيلم فايت كلاب. الفيلم بيحكي عن ادوارد اللي بيتعرض لضغوط كتيره جدا بتخليه في بعض الاحيان انه ما بيعرفش ينام، لحد ما بيتعرف على شخص اسمه تايلر وبيعملوا مع بعض نادي قتال او فايت كلاب نفس اسم الفيلم، واللي بعد كده بيبقى بيلم كل الناس اللي عندها احباط او مشاكل نفسيه. الفيلم طبعا من بطوله ادوارد نورتون وبراد بيت. لو ما شفتش الفيلم ده اتفرج عليه، نصيحه مني. واخر فيلم معانا في قائمه النهارده هو فيلم سكارفيس. انا بنصح عموما بالفيلم ده مع اني عارف ان اغلبيه الناس شافته، ولكن عشان اللي ما شافوش يعني. سكارفيس هو واحد من احلى الافلام اللي اتعملت في التاريخ حرفيا. الفيلم بيحكي عن شاب بيهرب من كوبا وبيروح على امريكا عشان من هناك تبدا مسيرته في انه يبقى اكبر تاجر مخدرات في امريكا. الفيلم في العموم تصنيفه جريمه، وانت هتعيش معاه قصه عاليه جدا وهيخليك قاعد مركز معاه طول الوقت، مش هتعرف تقوم غير ما تخلص الفيلم. الفيلم طبعا من بطولة الباتشينو وميشيل فيفر. نصيحة مني اتفرج على الفيلم ده وهيعجبك جدا. بس بالمناسبة الفيلم ده بلس 18، فلو هتتفرج عليه ما يكونش معاك اطفال، يعني عشان مشاهد العنف وكده. يبقى انا قلت لك الثلاث افلام بتوع النهارده. ان شاء الله اجي لك في الحلقه الجايه واقول لك على افلام اكتر واكتر. لو انتوا شفتوا حاجه من الافلام دي قولوا لي رايكم فيها تحت في الكومنتات، ولو عندكم افلام تانية عايزين نتكلم عنها سيبوها لي برضه تحت في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وابعتوا الفيديو لاصحابكم، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.